انا عايزك تتخيل معايا موقف كده وتعيشه بجد. تخيل انك نايم دلوقتي وفجأة تقوم تلاقي ملك الموت واقف جنبك. ملك الموت اللي كلنا سامعين عنه، بس هو في الحقيقة اقرب لينا من نفسنا. بيقولك اخرج روحك. يا ترى انت مستعد؟ يا ترى لما روحك تطلع هتلاقي الرحمة ولا العذاب؟ طب اسمعني بقى، لحظة الموت مش سهلة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت ألم مش طبيعي. كل عمل عملته في حياتك هيتجسد قدام عينك. تخيل اللحظة دي لما الدنيا خلاص راحت، كل اللي عملته انتهى. مفيش شغل، مفيش فلوس، مفيش ناس حواليك، انت وعملك بس. وبعد الموت هي ايه؟ حفرة صغيرة في الأرض، ضيقة وضلمة كح، كلها تراب. الكفن اللي هتتحط فيه مش هيشيل معاك لا فلوسك ولا شهاداتك. لما ينفضوا حواليك ويقفلوا عليك القبر هتسمع صوت خطواتهم وهما بيمشوا. ساعتها بقى هيبدأ الحساب، إما جنة وإما نار. تخيل معايا النار. ما انت لازم تتخيل العذاب عشان تحس بالنعيم. فتخيل النار اللي ربنا قال عنها وقودها الناس والحجارة. يعني انت ممكن تكون الوقود. نار مش بس بتحرق الجلد، على فكرة دي بتاكل الروح، بتاكلك من جوه ومن بره. تخيل النار بتتكلم وبتصرخ وبتقول هل من مزيد. يعني ما شبعتش من البشر اللي فيها لسه. تخيل نفسك ماشي وسط الضلمة يوم القيامة، الشمس فوق راسك بتسلخ الجلد، الناس عريانة، ولا هدوم هتستر ولا فلوس هتنفع ولا قوة هتفيد. مليارات من البشر كلهم خايفين، الكل بيقول نفسي نفسي، حتى النبيين خايفين. انت مش هتخاف؟ يوم ما الأب بيهرب من ابنه والأم بتنسى ابنها وكله بيفكر في مصيره. تخيل لما كتابك يتفتح قدامك، إما باليمين وإما بالشمال. لما الكتاب يتحط قدامك ويقال اقرأ كتابك، ساعتها مفيش أعذار. الذنوب اللي كنت فاكرها صغيرة كلها مكتوبة. نظرة، كلمة، وقت ضعف حرام، صلاة ضيعتها، أغاني سمعتها، كلها موجودة ومكتوبة. فكرت بقى في اللحظة دي؟ فكرت إنك ممكن تكون من الناس اللي ربنا هيقول لهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ تخيل ربنا اللي رحمته وسعت كل شيء يسكت عنك وما يكلمكش، يسلمك للنار على طول. هتقدر تتحمل؟ بس رغم كل ده لسه ربنا بيقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما كانت ذنوبك ومهما عملت، لو رجعت دلوقتي وبصدق قلت يا رب أنا ندمان، يا رب أنا ندمان فسامحني واقبلني، ربنا هيقبلك. ربنا أكرم وأرحم من إنك تتخيل خالص. ما تقولش لسه عندي وقت، الموت أقرب من رمشة عين. شفت حد صحي الصبح وكان فاكر إنه هيعيش بس نام تحت التراب في نفس اليوم؟ ما تستناش اللحظة اللي تقول فيها يا رب ارجعون، لأن الرد ساعتها هيكون كلا إنها كلمة هو قائلها. قوم دلوقتي ارجع لربك، ارمي نفسك بين ايديه، صلي ركعتين وافتح مصحفك وادعيه بدموع حقيقية. يا رب أنا عبدك ضعيف وغلطت كتير لكن ماليش غيرك، سامحني واهديني وخد بإيدي للجنة وبعدني عن النار. وربنا أكرم من إن هو يردك. والفرصة لسه في إيدك على فكرة، لكن مين يضمن بكرة؟ وافتكر ان الصلاة هي النور اللي هيهدي طريقنا، والقرآن هو الدليل اللي هينور قلوبنا. مش مهم على فكرة انت قد ايه اخطأت، المهم انك قررت دلوقتي ترجع. فارجع. سلام.